بص يا ريم، عشان حاسس بحاجة غريبة كده. انت عاوز ايه من الاخر؟ عايزاك يا حازم، وبرضه عايزة البنات. انت اكتر حد شافني تعبانة قد ايه عشان خاطر البنات دول. طب بص اقولك حل، تعالى ننقل في محافظة تانية ونتجوز هناك. انت ايه ذنبك تسيب اسمك وشغلك اللي عملته هنا وتتمرمط؟ يا ستي انا راضي، المهم اكون معاكي، وربنا بيرزق في اي مكان. طب واهلي وشغلي وحياة البنات هنا واصحابهم؟ انت شارياني قوي كده؟ يا حازم انا ما اقصدش، انا بفكر معاك، مع اني والله انا مرتاحة كده. انا مش عايزة منك اكتر من اهتمامك وسؤالك عليا. هعوز ايه تاني؟ انا عايز اكتر يا ستي، عاوز اتجوزك. انا والله ما عايزة منك اي حاجة، حتى لو هتتجوز انا موافقة والله، بس خليك معايا. ترضي على نفسك حد يشاركك فيا؟ ذنبها ايه اللي هتكون معايا دي؟ لا بص يا ريم، انت شكلك عارفه انت بتقولي ايه كويس، وانا عارف ان لو حطيت نفسي في مقارنه مع بناتك انا اللي هخسر. بس سؤال، ليه الانانيه؟ انا انانية يا حازم؟ انانيه لما تعشميني من الاول واقرب منك واديكي كل اللي في قلبي على امل الحلال في الاخر. كنتش اعرف ان انا هتحط في الخانة دي. وابو البنات قلت ان هو خلاص استقر في الكويت، وقلت خلاص مش هيحطني في دماغه تاني. لا يا ريم، لا يا ريم، ده مش عشان ابو البنات بس، ابو البنات في الاخر ابوهم، والبنات كبروا، هو يربيهم انتوا تربيهم، ما اعتقدش هتفرق كتير. لكن انت عاوزه تكسبي سيرتك وسط اهلك وتكسبي البنات وفوقيهم حبي واهتمامي بيكي، ومش عاوزه تخسري حاجه. انا مش عارف اقولك ايه، بس انا مش مسامح يا ريم، مش مسامح ومش هكمل. لا الو. انا عارف ان انت محتاجاني اكتر ما انا محتاجك، ما تزعليش من اللي قلته. انا عارف ان الاختيار صعب، انك تختاري بين قلبك وروحك، بس نصيحة مني عشان ما توصليش لنفس النقطة دي تاني. اوعي تفتكري انك في يوم هتقابلي راجل هيكون اخره انه يحبك في تليفون. لازم اخره يكون 4 حيطان وسقف وباب مقفول وسرير تناموا فيه جنب بعض، سواء بقى كان في الحلال او في الحرام، فالغاية واحدة. وده مش شيء قذر على فكرة ولا يقلل من الحب طول ما هو حلال. انت ممكن بس حسبتها غلط. نصيحة مني، اقفلي قلبك على بناتك وارضي بنصيبك وعيش لبناتك بس، طالما مش هتغمري. حب مش للجبن يا ريم، فكري فيها كده، لو شوية صغيرين هتلاقي نفسك بتعيطي اكتر. واوعي تفتكري انك هتقابلي راجل يرضى باللي كنت عاوزانا نفضل فيه، ولو قبل والله العظيم